هو في حد كده زيي بقالي 14 سنة بقنع جوزي وأقول له أول يوم العيد لازم ناكل رنجة، يقول لي مستحيل أكلها أبدا. هاتيها انتي لو انتي عايزة تاكليها كليها انتي. طبعا احنا عندنا في البيت طائفتين، ناس بتحب الرنجة وناس ما بتحبهاش. فاضطريت بقى ان انا اجيبها، ما انا مش هخلي في نفسي حاجة. جبتها كده وبدأت ان انا اخليها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. وجبت بقى سرفيز وبدأت ان انا اقطعها كده مكعبات. ولا تشويها ولا اي حاجة، اهم حاجة تجيبيها من حد ثقة، ليمون وزيت زيتون وطحينة وشوية طماطم وخيار. وبألف هنا، مش عايزة أقولك بقى خطيرة قد إيه. مين بيحبها يا جماعة؟ والنبي هي مش تتحب. وشوية بصل كده وقليت بقى جنبها بطاطس. وكانت خطيرة. اوعي تنسي بقى السفن بالمرة. عيش بلدي بقى، مصري كده أصيل، زبدة. طبعا ما يرضينيش ان انا اسيبهم جعانين، عملت لهم بيتزا. عملنا مع بعض البيتزا كتير، بدأت ان انا افردها بسمك 1 سنتي بالشكل ده، فرنك شغال طبعا على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، وحطيت صوص كاتشب او صوص بيتزا. شوية زعتر بقى وسلامي وزيتون. بتستخدمي جبنة موتزاريلا ايه يا هوبا؟ بستخدم جبنة موتزاريلا فريش الحريف. احلى جبنة طبيعي، خطيرة واحلى مطة فيكي يا مصر. عملت برضو صينية بالسجق وقدمتها وبألف هنا. قولولي بقى في الكومنتات، أبقى أنا أم حنينة وزوجة صالحة ولا لأ؟ كل سنة وانتم طيبين. باي باي.